I am here with the new Brave Combat Federation light heavyweight champion of the world, Mohammed Said Malem. How good does it feel to finally hear those words? On est avec le nouveau champion du 93 kilos. Qu'est-ce que ça fait d'être enfin là avec la ceinture? السلام عليكم. الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة. نهضر بالعربية ما نحلبهمش. يا عمي تبون جيب لي حقيني بطل العالم. يا عمي تبون جيب لي حقيني بطل العالم. غير يتصوروا معايا. إلا سمعتوا الميساج وصلوه لعمي تبون. أنا بطل العالم. واحد ما عاوني وبدراهمي واحد. Introducing your first warrior. Fighting out of the blue corner. This man's a mixed martial artist with a professional record of 14 wins, 6 losses, 1 draw, and 1 no contest. He stands 183 centimeters tall and weighs already 92.20 kilograms. Representing Icon Jiu-Jitsu, Geneva, Switzerland, and fighting out of Algeria. Please welcome Mohammed L'Ambiance Said Malem. Bang! Oh, he hurt him! He hurt him! Malem has hurt him! Right above us! Could this be the biggest come from behind win in the history of Brave Combat Federation Championship fights? Referee watching! Watching Kevin Watson! That is crazy! نهضر بالعربية ما نحلبهمش. يا عمي تبون جيب لي حقيني بطل العالم. غير يتصوروا معايا. إلا سمعتوا الميساج وصلوه لعمي تبون. أنا بطل العالم. واحد ما عاوني السلام عليكم اخواتي، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. كما راكم تشوفوا خونا سعيد معلم، اولا نشكره وندعو له ان شاء الله ربي يوفقه، لانه شرف الجزائر. والحاجه اللي عجبتني فيه بزاف يعني يظهر عليه علامه الالتزام، بدا بالتكبير والتهليل وكذا، وفي نفس الوقت قدم رسالة إلى رئيس الجمهورية، يعني يطلب منه المساعدة، وكأنه حب يقول له، ماشي وكأنه حب يقول له باللي رانا مظلومين احنا الرياضيين، وللأسف ماشي غير الرياضيين اللي راهم مظلومين في الجزائر، لأنه علاه يعني ما كاش الشخص المناسب في المكان المناسب. راح نعطيكم أمثلة في بجيس قسنطينة. احنا بجيس قسنطينة يعني عندنا في المجال الرياضي، ماشي نحكي في المجالات الأخرى، يعني عندنا ما شاء الله نبداو نهضروا ماشي راح نحكوا في المجال الرياضي. يعني عندنا عائلات معروفين، يعني لو كان جا المسؤول في بجيس قسنطينة يعني يحترم نفسه، يحترم في المهنة تاعو، ويحترم قبل كل شيء ويخاف الله عز وجل، أقسم لكم بالله غير عندهم دي تيتر. نعطيكم مثال حي، عائلة ميراسكو، الله أعلم نسيت اسمه، لكن واحد منهم يحكوا لي عليه كان يخبي نوردين في الاتليتيزم، كان يخبي نوردين مورسلي، يحطوه من اللور. نوردين مورسلي علاش نجح بصحته؟ عنده خوه في امريكا طلعوه تلونسا. نحكوا في مجال تاع اليبول، نحكوا في مجال تاع الفوتبال، نحكوا في مجال تاع الجيدو، يعني في رمي الجله، في الاتليتيزم، في البوكس. عندنا مؤخرا عندنا عبد الناصر بالعريبي، انسان ما شاء الله، انسان رياضي. عندنا قبله عباد بزاف، لكن عندنا عبد السلام، تحياتنا عبد السلام في النار، عنده شامبيون دو موند في ماريكان ميليتار. يعني لو كان جاء هذاك الوقت وهذا الوقت المسؤول يحترم نفسه، يعني على الاقل الا ما عطالوش يعني الا ما عطالوش بوست بلديه تاع في الضمان تاع الرياضه، يفتح له قاعه رياضه. وعندنا في الجزائر يعني كاين عباد هنا عايشين في الانجليز، يعني عندنا هذا اخونا بالموشي، عندي بزاف ما شفتوش، انسان محترم وعنده واحد لي تيتر خاوتي. كنت نخدم انا في فيرجن اكتيف في صال دو سبور، نهار اللي ديت لهم يعني واش عنده لي كواليفيكاسيون اللي عنده، حارو. يعني هذا لو كان جاء يعني في بلاد يعني اللي فيها مسؤول في بلديه ولا يحترم نفسه، يعني اقسم بالله غير يقدم لهم. وهذا راح يقدم الكثير للجزائر. علاش؟ لانه انسان محترم وانسان مدين، انسان ما شاء الله. انا هذا رفيق هذا بالموشيه، وليت صالون بي، تحياتنا لنا صالون بي، و69 ولايه، كان يضل يحلل فيه يقول لي باللي اروح تونطريني معانا.
كنا درت معاهم جيدويامات كان يقول لي اروح انت ما شاء الله الا ما عندكش انا نخلص لك. شو سبحان الله الانسان اللي يحس بواحد رياضي. شفت هذا وكان تعطي له انت بوس هذا في الانجليز مسكين هذاك الوقت كان ما عندوش اوراق وكان قيس كان يقول لي ارواح انا نخلص لك والله الذي لا اله غيره. ايماجين هذا تعطي له نتايا تعطي له بوست في المجال تاعو سبحان الله هذا يزيد من عنده. وهذه دوكا تفكرت الحكايه هذه راح نحكي لكم حكايه صارت لي انا في الجزائر وكنت صغير نحب بانو والحمد لله ربي اللي ما وفقنيش في البانو يعني وليت حاجه نحب بانو دوكا تعيط لي وكانت نجي نلعب السبت الحد نجي نلعب لكن اللي مكوتي يعني لانه اهل العلم حرموه البانو هذا حتى لي كومبيتيسيون تاع الكاراتي وهذو ما امامي وكذا حرموهم لانه فيهم قمار وفيهم اختلاط وفيهم لباس غير محتشم وكذا. المهم ربي يوفق الجميع ان شاء الله وربي يهدينا لانه عندنا خاوتنا عندنا امين هنايا ما شاء الله صاحبي حبيبي كان ما شاء الله في الامامي بدا يتلونصا غير سمع باللي حرام حبس ربي يوفقه. المهم خاوتي نعطيكم انا مثال بجيس قسنطينه في الدومين تاع الرياضه يعني اللي حاكمين السبور ما راهمش اهل الرياضه يعني ما همش اهل الاختصاص. يعني دوكا انت ماشي واحد حياته كومبلي هو يعني دوك انا كي راح نهضر على بعض يعني الخدمات ماشي تفهموها بلاني نطيح زعما دوك انا كي نقول انا واحد يخدم خضار ولا نقول انا واحد كان بوشي وتعطي له كذا ماشي راني نطيح بالبوش ولا بالخضار. نعطيكم مثال دوك انتم واحد حياته قاعدتك هو كلونديسنا تعطي له نتايا مجال تاع السبور ما راحش يحس بالرياضي. نعطيكم انا واحد كان ريسيفور ولا كان شوفور تحياتنا لي ريسيفور تحياتنا لي الشوافره وتحيه للخضارين وتحيه كاع اللي يخدم بالحلال. ما يقدرش يشد بلديه ولا ماشي راح يحس بالمواطن ما راحش يحس بالرياضي ما راحش يحس بالانسان المثقف ما راحش يحس بالانسان اللي يحب الدومين تاعو. ولهذا انا نقول ان شاء الله ربي يهديكم وتحطوا الشخص المناسب في المكان المناسب. وهادو لهم حاكمين يعني دي بوست ماشي تاعك خويا عادي شيء عادي تخلي البوست تاعك هذا ماشي اللي على بالنا باللي فيها شهريه مليحه وفيها امتيازات وفيها كذا في سبيل الله. قال خويا انا هذا الدومين ماشي تاعي نعيط انا لواحد اللي الدومين تاعو حاجه سهله خافوا ربي في الامه الاسلاميه هذه. نعطيكم انا حكايه صارت لي انا وانا صغير ما كملتها لكمش. كنت نلعب بانو يعني ملي كنت صغير كاين واحد لي زونطرينور كل سيزون زعما كنت معاهم بنجامين ميني مكادي كنت كل ما نجي نسيني معاهم نروحوا نديروا هكذا لي بريباراسيون هكذا لي ماتش كونتر زعما باجا وين نروحوا يخلوني لتما وانا كنت صغير كنت قرون طاي وكذايا على صحابي كنت مالغري كنت ناقص بصح شغل انسان قرون طاي يقدر ينجح يعني كانوا يعيطوا لي العزيزي يعني كنت وين نروح يخلوني. رحت لياسكا خلوني في الياسكا رحنا الباجار لعبنا في باجار خلوني باجارة كي كبرت واحد منهم انبو ضامير وراهم مسامحين انا من عندي والله راهم مسامحين. حكيتها برك الحكايه هذه والله ما يغايضتني حكيتها وراكم مسامحين الى يوم الدين الحمد لله. جالي قال لي فلان واش راك صافا لاباس منا تلاقيت معاه فلان واش راك صافا لاباس قلت له والله الحمد لله شيخ واش راك لاباس قال لي والله حبيت نحكي لك حكايه وحبيت نطلب منك السماح هكذاك شغل هكذايا. قلت له تفضل. قال لي والله غير ملي كنت صغير وانا شغل تعجبني وانت جايب روحك وكنت تلعب ومن هنا كنت نحب اللعب. قال لي بصح فلان ما شفتوا علاش ما نجحش السبور في الجزائر. نعطيكم انا مثال واحد اخر حي هذا صاحبي راهو مشلف كاع ما نذكرش اسمه كان من ثلاثه الاولين في الاتليتيزم وهو صغير في سنه 2000 داروا له فيزا باش يجيبوا بريباري هنا في الانجليز كي جاو وصلت باش يطلعوا داو يد مسؤول وهو خلاوه مسكين الفقر حاكم وكذايا في عمره 16 سنه. قال لي يما انا سامحيني يا ما قال لها انايا هنا ما كان والو نطلع الانجليز. فهمتوا كيفاش امثله كثيره يعني. خافوا الله عز وجل واعطوا للشباب فرص يعني يعطوا لهم فرص خلوهم باش لانه الشباب هما الشباب هذوما اللي يرفدوا البلاد. ونطلب ان شاء الله من المسؤول الجزائري الحاجه الاولى اللي يبنيها هي المدارس يعني المكتبات يعني في كل حي لازم يدير مكتبه وقاعه رياضه. وان شاء الله ندعي الله عز وجل يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وان شاء الله ربي ينصر الاسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين. وان شاء الله جميع واحد اللي راهو يكيد الاسلام هذا ان شاء الله ربي يجعل كيده في نحره.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هيك هذا ميساج لولد قادة اللي الزوم، يعني قاعد تشوف قاعد تبوستي وقاعد تحيح في الحية. انا خويا بطل العالم كما قلت لكم، هاي الشله مكسره وغدوه نروح نداوي بدراهمي. الحمد لله وصلوا لي الميساج، هذا ميساج ليك انت، راك لي زوم وكتحيح في الحياه، وبربي ان شاء الله الجاي خير. السلام عليكم، ميرسي صحيبي، يعطيك الصحه.